ربنا ذكر لك آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية يعني السماء، زي الشجر، زي البحار، الأنهار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت من غير عمد، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. دي كلها آيات ربنا عز وجل جاب لك. وفي آيات سمعية شرعية وهي القرآن. ربنا عز وجل قال ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله. ربنا بعد جاب لهم الآيات، قال لهم ما تعبدوني وتعبدوا معي غيري، أفردوني بالعبادة، أخلصوا العبادة لي أنا براي، ما تنادوا معي ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. والليلة الناس لما تقرأ الآيات دي بيفتكروا إنه الشرك انتهى مع ناس أبو جهل وأبو لهب. لا الشرك قاعد، برعي قاعد في شرك، مكاشفي كيف قاعد في شرك، كباشي قاعد في شرك، التوم والبانقة في شرك، ودعي فينا قاعد في شرك، أحمد التجاني قاعد في شرك، ودعي ويس قاعد في شرك، البادراب بنية في شرك، كلهم قاعدين معناه في شرك قاعد. لأنه في بشر قلوبهم خلت الخلقهم واتعلقت بالبشر ديل، السموهم هم أولياء وصالحين.